السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده هنعمل معاكم الفول المدمس، بس هي مش اي فول مدمس، الفول الاخضر اللي هو فول الحاتي او الحراتي. الفول دوا، الفول الاخضر اللي هو بيبقى مزروع في بيبقى احنا هنا عندنا يعني في الصعيد بنزرع على الأسيوف. يعني لو انت زرع حاجة وتزرعي على السيف بتاع الحوض، وبعد كده ما نقطعه يعني نقطعه ونعمل منه طعمية ونعمل منه فول، فول اخضر مسلوق، ونعمل منه الفول دوا. تعالوا معايا بإذن الله مشيئة الرحمن. هنعمل معاكم الفول المدمس التحفة اللي شكله جميل دوا، وهيبقى زي الزبدة ويتهرس معاكي ومش هياخد معاكي طيبان ولا سوا. ده شكل الفول المدمس. فول اخضر، يعني انا مفصصاه وغسلاه، يعني هتشطفيه بشوية مية وتغسليه كويس وتحوشي الجزبرة، بس ما تنقعهوش في مية مرصرصة. اوعي تنقع الفول في مية مرصرصة، ده الفول على ان هيجلد معاكي والقشرة الخارجية تكش معاكي وياخد معاكي وقت في السوا. هقولك ازاي تعمل الفول بطريقة سهلة وبسيطة، وهيطلع معاكي زي الزبدة ومش هياخد معاكي سوا ولا ياخد معاكي وقت، وهيبقى شكله جميل ولا عدس ولا تحط فول مدشوش ولا اي حاجة. انا هنا حطيت مية سخنة، اعذروني يعني عشان زوري وجعني وصوتي وجعني يعني غصب عني. حطيت مية سخنة بعد ما غسلته بمية، يعني عندك مية سخنة اغسليه عادي، أو مية مرصرصة، كل يعني براحتك، بس أهم حاجة متنقعوش في المية المرصرصة. حطيته في مية سخنة وحطيت معاه نص ليمونة. نص الليمونة حطيتها دي ليه؟ علشان يعني لونه ما يغيرش، وفي نفس الوقت برضو الحلة ما تزركش معاكي. لأن لو أنا عندي دماسة أو عندي يعني كنت حاطته فيها، عندي دماسة او قدرة فول او حلة ضغط كنت حاططها فيها. وزي ما انتوا شايفين طبعا اوعي تزودي الحلة بتاعتك لو قصرت من المية بمية مرصرصة، ان المية المرصرصة هتخليه ياخد معاكي في السوا. انا لسه حطيته كده وولعت عليها، ومسافة ما غلى لقيته استوى معايا وبقى زي الزبدة. بس انا بسخن مية تاني جنبيه، انعاز مية بسخنها وبحط اضيفها عليها. طبعا الفول، الفول ده وانا حطيت له حوالي 3 طماطمات صغيرين زي ما انتوا شفتوا كده، وكام فص توم جديد. شايفينه استوى ازاي؟ اما تتهرس معاك بكل سهولة، مش هياخد معاك اي وقت. طبعا انا حطيت قرن شطة صحيح لان ولاد مش بيحبوا الحاجة المشطشطة. وشايفينه استوى وبقي زي الزبدة. هيقعد معاك شوية هياخد شكل، هيتخن، وهيبقى يعني فول بسم الله ما شاء الله عليه تحفة. انا طبعا بحب اعمل الفول اخرط بصلة. ده انا هنا بحط السمنة، هقول لك سمنة بلدي تعمل تدي طعم وريحة جميلة. اوعى تحط الملح اول ما تحط الفول على طول، اول ما يبقى جرب يستوي معاكي او دخل في السوا خلاص هتحط الملح. هتحطي معلقة ملح على حسب الكمية اللي انت عاملاها. طبعا الكمية دي حطيت حوالي معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين. وحطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة حلوة، وحطيت 3 طماطمات صغيرين، وقرن شطة مش فاتحاه علشان ما يدوش سخونة، وحطيت نص ليمونة وقرن فلفل، وهسيبهم هيستووا معايا بكل سهولة. لو عايزة تديه لون جميل كده ويبقى شكله حلو كده وهيتخن معاكي ويبقى شكله بسم الله ما شاء الله عليه فظيع، حطي نص معلقة كركم، نص معلقة كركم صغيرة، ما يعني حاجة بسيطة هتدي لون وشكل، وفي نفس الوقت هتبقى الكركم دوا يعني من نوعية التوابل، كانت حاطة معلقة توابل صغيرة. ولو عندك كزبرة ناشفة حطي معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة كمون لما يجي يطيب مطحون، ما تدي ريحة خطيرة. وفي نفس الوقت احنا الوصفة دي كنت بعملها يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كنت بعمل الوصفة دي في الفول ابو زلومة او الفول ده. هنا معايا كزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، حبة توابل عندك، وحطيله وسيبيه يغلي معاكي شوية. طبعا هو استوى بقي معاكي متارس زي الزبدة، والحبة بتاعته حبة جميلة جدا وفظيعة بسم الله ما شاء الله عليها. انا كنت خلينا يعني كمالة الكلام اللي كنت بحكي معاكم، كنت بعمل الفول ده بالفول ابو زلومة او الفول النابت،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت بغسل الفول النابت والفه في فرطة، يعني ألينه شوية والفه في فرطة واخليه يعني او فوطة، اخليه يقعد 3 ايام معاكي لحد ما يطلع الزلومة. وبعد كده تسلقيه بالطريقة اللي انا عملتها دي. وانا حطيت هنا نص معلقة كركم، هتديه لون وشكل وريحة حلوة وطعم جميل. ومش هحط معاك لا فول مدشوش ولا عدس ولا الكلام ده كله، هتاخدي احسن مدمس وهيطيب زي الزبدة. والله ما خد معايا على البوتاجاز نص ساعة. يعني انا مصور علية الوقت دوا اللي انا حطيته يستوي معاكي. والله العظيم بسم الله ما شاء الله عليه من غير حلفان يعني. يعني استوى معاكي بجزاء الزبدة، لان الفول الاخضر ده مش بياخد وقت. ولو ما نجحتش في المية طبعا مش هياخد معاكي وقت. ولو ما حطيتيش الملح في الاول مش هياخد معاكي الوقت، لان الملح طبعا لو حطيتيه في الاخر هيستوي معاكي بكل سهولة. ولما يجي يجرب يستوي هتحط التوابل وتحط الكمون وتحط الكزبرة وهتحطي له ال- الطماطم والبصل. البصلة طبعا اللي هتحطيها لو عايزة تحطيها تخرطي بصلة وتحطي لها سمنة وتحطي لها حبة زيت تشوحيها شوية وتخليها تجرب للصفار يعني تبقى صفرة، وتكبيها عليه وهو بيستوي بالشكل اللي انت شايفاه دوا. هيبقى طعمه خطير وتحفة. واول ما تطفي عليه وهتسيبيه شوية هتلقيه تخن معاك، وهيبقى بسم الله ما شاء الله عليها هيرخي النشا بتاعه وهيبقى فول ما حصلش والله العظيم يعني. جربوا الوصفة دي، وصفة جميلة جدا واحلى من الفول اللي هو الفول العادي اللي بتبليه وتعمليه. لكن الفول ده هو الاخضر ما يبقى طبعا ليه ريحة حلوة وطعمه جميل، هتاكل منه. انا طبعا عملته وقسمته انا وحماتي. طبعا لازم تاكل الحاجة اللي انت تعمليها بنفس كده شكلها جميل وتدي كل حبايبك معاكي. يعني اي حد يعني جارتك، اختك، حماتك، اي حاجة بتعمليها لازم تاكلي انت وغيرك. لان الحاجة اللي بتاكليها انت وغيرك ربنا ما يبارك لك فيها ويبارك لك في صحتك ويرزقك بغيرها. لان انت لو طلعتي صدقة يعني اي حاجة تطلعيها ربنا بيرزقك باللي احسن منها يعني. واحنا في ايام مفترجة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يتقبل منا صالح الاعمال وصالح وربنا يحسن لنا الختام ويختم لنا أيامنا بالخير. اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يجعل رمضان ابيض علينا. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك ودعواتكم الحلوة كده. نفسي في لايكاتكم تكتر كده والاشتراكات بتاعتكم الجميلة والكومنتات الحلوة اللي بتشجعني وتدعمني ان انا اعمل يعني حاجة جديدة. لان انا طبعا والله العظيم اقسم بالله وانا بصور معايا بنت الصغيرة بتبقى مغلباني على قد ما يعلم ربنا. وانا نفسي يعني القناة بتاعتي تكبر لان القناة بتاعتي المشاهدات نازلة جدا. شايفين شكل الفول عامل زي الكهرمان. سيبكم من القناة طبعا. الفول ده بسم الله ما شاء الله عليه. والله العظيم انا بعمل الحاجة ما بخبي عليكم ولا سر. كل الحاجة اللي بعملها بقول لكم كل اسرار اللي احنا بنعملها. وبسم الله ما شاء الله عليها يعني طريقة سهلة وجميلة جدا. ولو حابة تعملي الطريقة التانية اللي انا عملتها في الاكلة الشعبية ادخلي على الاكلة الشعبية واسمعيها هتلقي طبعا طريقة جميلة جدا لطريقة الفول. ودي طريقة تاني للفول بسم الله ما شاء الله عليها. ولو حابة تعمل يعني زي ما قلت لك كده بصلة تسفريها شوية وتحطيها عليها تدي طعم جميل. طبعا بصي بعد ما قعد معاكي شوية رخى النشا بتاعه بصي بقي فول جميل جدا. ولو حابة تفرم شوية على الخلاط وتضيفي عليه حبة زيت ولا زيت اي زيت عندك بس ما يكونش ليه ريحة يعني زيت بلدي او زيت زيتون او زيت بتاع الذرة. وبألف هنا وشفا. ولو عندك بيضة اقليها وحطيها عليها بتبقى طعمها خطير. وفي ناس تاني بتحب تعمل يعني الفلافل اللي هي الطعمية. ابويا كان بيعملها لنا الوصفة دي كانت جميلة جدا. بيحط عليها طعمية على الفول واحنا في الجبل كان بيبقى تحفة. واعمل جار شوية سلطة كده. السلطة دي عاملاها بكابوتشا وطعمها عسل بسم الله ما شاء الله.